السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير، بقالي كتير ما سجلتش معاكم فيديو، بس بجد وحشتوني. وكل مرة بنغيب بنرجع بحاجة حلوة برضو، مش بنغيب نغيب يعني، احنا ما بنغيب ما بنغيبش اونط. وحشتوني كتير. يا رب كده تكونوا بخير، ويا رب ما تكونوش نسيتوني او بتنسوني. اكيد كل حبايبي اللي يحبوني طبعا فاكريني بكل خير، ربنا يكرمكم يا رب. احنا النهارده هنعمل قرص باللبن الرايب او بالزبادي، ايا كان يعني. إيه، انا جبت 2 كيلو دقيق. هو صراحه هي القرص دي ما كانش لها يعني اي تخطيط. هو مبدئيا كده انا كان عندي كيلو لبن، فما غليتوش، كان في التلاجة فراب، فاسيبه ارمي؟ لا، ما نرموش ولا نسيبه. طلعت كملته تخميره في فرن البوتاجاز، وسيبته لتاني يوم. وبعد كده جبت بقى دقيق، وقلنا نعمل شويه قرص حلوين كده، ينفعوا العشاء، ينفعوا الافطار، ينفعوا لاي حاجه. اول حاجه كده، دي خميره بيره مش فوريه، انا كان عندي في الفريزر، فجبت قطعه كده. دوبتها في نص كوبايه ميه دافيه بمعلقه سكر، وغطيتها على بال ما ادخل الدقيق بتاعي. انا نخلت الدقيق ده قبل ما اصور معاكم، مش معقول يعني هدخله معاكم بقى وبين الزروطه والبهدله والكلام ده كله. نخلنا ال2 كيلو دقيق، حطينا رشه ملح ورشه سكر ورشه فانيليا. الفانيليا دي بتفرق جدا على فكره، اللي بيستقلها او بيحس ان هي ملهاش لازمه. هي مبدئيا موجوده او مش موجوده مش فارقه، بس لا فارقه. هي لو مش موجوده مش هتاثر على حاجه في القرص، بس هي لو موجوده بتدي ريحه وطعم، ريحه ونكهه حلوه للقرص. حتى ريحتها وهي بتستوي بتبقى جميله قوي. قلبنا كل المواد الجافه مع بعضها، وبعد كده نزلنا بكوبايه زيت، كوبايه زيت نضيف مش زيت تموين، لان ريحته بتبقاش حلوه خالص في القرص. ونص كوبايه سمنه بلدي، سمن نباتي، اي سمن كان، زبده، اي حاجه. تمام. بعد كده بنقلب كويس قوي، بندوب بنشرب الايدام بتاعنا للدقيق، لحد ما تحس ان هو بقى عامل زي الرمله المبلوله، او زي الكسكسي كده اللي احنا بنعمله ده. تمام. اهو دوبناه كده لغايه ما حسيت، بصي حتى لون الدقيق اصفر شويه. انت لو عايزه تزودي الايدام عن كده، عامه انا مش بحبها تقيله قوي، لانها بتعمل حرقان فظيع على الصدر. بحبها يعني الحاجه اللي لما بتبقى ايدامها زياده ما بتبقاش حلوه، يعني بتبقى طعمها حلو اكتر، بس بتبقى تقيله شويه على المعده. هنا حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع لبن، هو انا خدت منه كوبايه واحده بس. هو حوالي كيلو الا ربع لبن زبادي. ممكن تعمليه بلبن حليب على فكره، ممكن تعمليها بميه، انا عملتها كتير بميه وكانت ناجحه معايا جدا. والله عملتها كتير بميه كانت جميله قوي. بس بما اننا عندنا لبن وكده، فمش هيمنع يعني لما نعزز الحاجه بتدينا طعم يعني وجوده افضل. هنا بقى ميه دافيه، حطيت حوالي كوبايتين ميه دافيه. هو طبعا بتختلف من دقيقه للتانيه، يعني في دقيق ممكن يقبل معاكي كوبايه ميه واحده، في دقيق ياخد معاكي من كوبايتين ل3 كوبايات ميه. وطبعا اللبن الزبادي ده برضو ماده سايله، فيعني وفر معايا في الميه شويه، لحد ما العجينه بتاعتك تبتدأ تلين كده، وتلاقي تاخد وتدي معاكي. هنا الخميره بتاعتي ورا هي ان كده فورت كده، النشاط بتاعها بقى كويس. وحطيت الميه، المفروض كنت حطيت الخميره اصلا قبل ما ازود الميه، بس الحمد لله يعني القوام بتاعي كان مظبوط، والعجينه بتاعتي كانت زي الفل وعشرة على عشرة. بننزل بقى عليها بالخميره كده، وبتعجنيها وبتسيبيها حوالي ساعه او نص ساعه، احنا في الحر والمخبوزات معانا بتخمر بسرعه. انا خمرتها 3 مرات، مره وهي عجين، ومره بعد ما قرصتها، ومره بعد ما بطلتها. هو ما كانتش مقصوده، بس هو كل ما بتخمرها بتبقى افضل، يعني بتديكي نتيجه افضل في السوا وفي في التفتيح بتاعها. هنا طبعا انا خدتها في الارض، انا ما عملتهاش كده وانا واقفه، انا خدتها في الارض عجنتها وخدمتها كويس قوي لحد ما العجينه نعمت في ايدي. بعد كده بنغطيها بستريتش او كيس، ده كيس الدقيق اللي انا خدتها، اللي انا غطيها بيه دلوقتي، ده كيس الدقيق. ترشي عليها رشه زيت بس كده عشان وشها ما ينشفش، وش العجينه. وبعد كده بتغطيها بكيس باي كيس عامه، وبتحطي عليها حته قماشه، جلابيه، فوطه، اي حاجه. بتغطيها وتسيبيها بقى على جنب عبال ما تعملي حاجه تانية. وتعالوا نعمل حاجه حلوه بقى بعد ما نغطيها كده. انا ما عملتهاش معاكم قبل كده بس لذيذه، يا رب تعجبكم. هنا بقى ده كيلو لبن تاني، بس ده حليب مش رايب. وده قرع، عارفين القرع العسلي؟ القرع العسلي اللي بيبقى شبه الكوسه ده بس على كبير كده. انا جبتها وقطعتها وعملتها مكعبات عندي في الفريزر. القرعيه الواحده ممكن اعملها حوالي 4 5 أو 6 مرات، لان هي بتبقى يعني حجمها كبير، فبتاخدي منها كميه صغيره بتعمل معاكي كميه قرع باللبن حلو قوي. انا خدت شويه منها كده، دوبتهم مع السكر، حطيتهم على النار، وحطيت حوالي 3 أو 4 معالق سكر. لغايه هو ما بيحطش عليه ميه خالص، بسيبه ينزل ميته وبعدين يشربها تاني، بيكون استوى. تحس ان هو بينعم زي البطاطا كده.
بعد ما بيخلص بينتهي سواه، بحطه في الشفشق الخلاط لغايه ما بنعمه كده بالشكل كده، بيبقى عامل زي المهلبيه او شبه قمر الدين كده. وبعد كده بقى ده الحليب بتاعي. انا طبعا كان الحليب بتاعي سخن لانه كنت غلياه، فما قدرتش احط عليه النشا والسكر، لان لو حطيت عليه النشا والسكر وهو سخن كده مش هيكتل معايا ومش هيدوب، النشا مش هيدوب. فانا حطيت حوالي كوبايه ميه في الحله اللي انا حطيتها فيها اللبن دي، وحطيت معاها شويه نشا وسكر. السكر بتاعي بقى اللي هو اللي انا بظبط بيه السكر ده بتاعك انتي، عايزاها مسكره قوي، عايزاها سكر مظبوط، عايزاها سكر خفيف، دي حسب رغبتك انتي. بنزل بحوالي 3 او 4 معالق نشا مع حوالي 4 معالق برضو سكر. متنسيش ان انتي حاطه سكر في الاول مع القرع وهو بيستوي عشان تبقي ده ويعادل ده. وندوبه بقى فيه كده وعلى ميه، على ميه بارده، لان النشا ما ينفعش يتفك او يدوب في حاجه سخنه، لازم يتدفى او يدوب في حاجه بارده. هنا بقى كان اللي اللهم صل على النبي، القرع بتاعي كان سخن، واللبن بتاعي كان سخن، فهنزل عليه بالنشا هيربط على طول اهو بالشكل ده كده اهو كده. خلاص بقى كده نقلبه بقى لغايه ما يتقل ويربط معانا، مالناش دعوه بالبيض اللي بيتسلق ورا ده. اول ما يربط معانا بقى تغرفيه في كوبايات، في اطباق، في اي حاجه انت حباها بقى حسب الكميه اللي ولادك بيحبوها. وبعد ما تسيبيه يبرد، عايزه ترشي عليه مكسرات ماشي، احنا عامه بنحبه كده، ما بنحبش نرش عليه اي حاجه. عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي جوز هند، بس عايزه تحطي زبيب، عايزه تحطي مثلا رشه قرفه. القرفه على وش الحاجات دي بتدي طعم ونكهه رهيبه. اهنا بصي لف معايا وتقل ازاي كده. خلاص هو استوى. اول ما نعمل باك باك اللي هي الفقاعه اللي بتفقع فيه بعد ما اسمها ايه مش عارف، ما علينا. اول ما يعمل الفقاقيع بتاعته اللي بعد ما بيغلي دي، بتعرفي ان هو كده خلاص مش محتاج حاجه تاني، تطفي بقى عليه. بعد كده بتغرفيه بقى في الاطباق بتاعتك، بتسيبيه يبرد بره شويه وبعدين تدخليه في التلاجة. على فكره من صفات او من مميزات القرع العسل ان هو بينقي السموم من الدم. انا اعرف عنه حاجات كتير قوي. اعملي ابحثي عن جوجل وابحثي عن فوائد اسمها فوائد القرع العسل. اكتبي كده فوائد القرع العسل، هتلاقي نفسك بتدوري عليه في السوق، من طعامته ومن جماله ومن فوائده هتدوري عليه في السوق. انا عارفه ان هو بيطبخ في بلاد تانية، بس هو عندنا انا اعرف القرع العسل يعني زمان عملته كده، ما ملوش اي طريقه عندي غير كده بصراحه. على بال ما خلصته بقى وسبته على جنب برد، كانت القرص بتاعتي خمرت، خدت لها حوالي نص ساعه، ما طولتش لان المطبخ كان حر واحنا انا كنت عاملاها بالنهار، فكان الجو حر، فما كانش محتاجه انها تطول في الخمر قوي. وكمان عشان انا عاملاها بخميره بيره، فالخميره دي بتبقى تقيله شويه يعني، بتفور بسرعه مش زي الفوريه. هي الاصح والافضل طبعا احنا بنجيب الفوريه ديت يعني لو ما بيكونش فيه الخميره التانية. بس الخميره التانية دي بقى انا جايباها قالب كبير ومقطعاه قطع كده ولفاه في ستريتش في الفريزر، باخد القطع على قد ما انا عايزه. هنا كده ال2 كيلو بتاعي القريش اللي اسمها ايه وايه اللخبطه اللي احنا فيها دي يا جدعان. كده القرص بتاعتي كلها قرصتها، هغطيها بقى عشان وشها ما ينشفش، وهنسحب منها بقى واحده واحده. هنا بقى قرصتها على الصاج بتاعي. الصاج ده انا عملت منه 7، بس انا طبعا ما عملتهمش كلهم لان الصاج لما كان بيخرج كنت بفضيه واحط غيره. كان من كتر ما خمرت كانت بتقب في الفرن، مع اني والله كنت خارمه كل القرص بالشوكه، يعني الدبه فيها الشوكه من فوق كده علشان ما تقبش، ومع ذلك برضو كانت بتقب معايا. سواها وطعمها وريحتها تحفه، كانت ماليه، تحسي ان ريحه الخير عندك في البيت، يعني ريحتها حلوه جدا. بتحطيها بقى اكياس في الفريزر عندك على قد الكميه المناسبه اللي انت بتستعمليها، سواء فطار سواء عشاء سواء اي حاجه، بتبقى لذيذه قوي. يا رب لو وصلتوا معايا لغايه هنا يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلوبكم ولايك واشتراك، ويا رب كده اكون كل فيديوهاته بتعجبكم. وان شاء الله انتظروني في فيديو قريب باذن الله برضو، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، اللهم امين. شفتوا النبي الجمال والله العظيم تحفه. ما تقوليش بقى، لا تقولي عيش شامي، تقولي قرص اللي بتاعت الفلاحين مش عارفه اسمها ايه دي، بيعملوا قرص طعمها حلو قوي، بس يعني احنا برضو بنعمل اللي بنقدر عليه. والله كان طعمها تحفه قوي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.